من مفسر أحلام إلى مصلح اجتماعي إلى فقيه وإلى ناقد ومحدث وإلى مشكك. يا أخي مشكك في دين الله عز وجل، في دين الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شككت في البخاري هو أصح حديث بلا خلاف، وإذا شككت في البخاري شككت في السنة كلها، يعني شككت في دين الله عز وجل. يا أخي فرق بين الانتقاد وفرق بين التشكيك. يعني لماذا ما أتيت بكلمة حبي ايه انت جاي اللي تقول عليه. ام كلثوم الله يرحمها. ساري ما هو عيب في الشتاء خلك تضمع. بمجرد إنشادة هذا الفيديو أتذكر قوله في البداية: والله وكأنه كان يخاطب نفسه. إنما الله عز وجل ابتلانا ببعض الدعاة يتساهل ثم يتساهل يعني بداية كان مثلا الغناء حرام، فخرج لنا دعاء لا حلال وخلاف وكذا، فنزلنا قليلا. قل الأغاني حلال وحرام، فنزلوا قليلا، أصبحوا يتكلمون على الفيديو لا حلال وحرام شرط، ينزلون وينزلون حتى ربما نستنكر يوم أن الأغاني حرام. والله عز وجل يقول: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. اللهو هو صوت المعازف والطبول. يستحلون الحر الزنا لأنه حرام، والحرير للرجال لأنه حرام، والخمر لأنه حرام. فلماذا وضع المعازف؟ إذا كان مكروها أو كان ليس حراما، لماذا عليه الصلاة والسلام وضع المعازف؟ وكأنه كان يعلم ماذا سوف يحصل لهم. عندما تكلم في البداية في الدين يقول إن بعض المشايخ عندما يبدؤون بالدين يبدؤون بأحكام قوية ملتزمون بها، ولكن مع مرور الوقت يبدؤون يشككون ويقللون من أحكام هذه الشريعة. والله ولكأني أرى أنه كان يتكلم عن نفسه، فسبحان الله كيف أغشى الله على عينه ولم يعد يبصر على نفسه ماذا فعل بنفسه وإلى أين وصل. نسأل الله له الهداية. لم تقف الأمر هنا على وسيم يوسف، بل بدأ في أن قام بأعمال والعياذ بالله لم ترد في أهل دين من قبل. كما نلاحظ بهذه الصورة اللي موجود فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولا نفرق بين أحد من الرسل. ضمن هذه الآية الكريمة وضع هذه الصورة التي يوجد داخلها علم الهلال والذي يدل على الإسلام، وعلم الصليب الذي كان متوسط بين الأديان ومرتبة أعلى منه، وعلم النجمة وهي تدل على دين داود عليه السلام. لذلك شاهد معي كيف رد هذا الرد اللي هو كان بالفعل منتقد على نفسه، وأخشى الله على عينه لكي لا يفعل ماذا أحل به اليوم. تضع علامة الصليب في أوسط وتواسي الدين الإسلام، والله عز وجل يقول إن الدين عند الله هو الإسلام، تساوية مع دين الإسلام. الله عز وجل قد أظهر لنا الدين بالكامل. لم يقف الأمر إلى هذه الناحية. هذه التغريدة اللي تشاهدها أمامك وسيم يوسف يقول: اعتنق الإسلام الإنسانية في البداية، ثم اعتنق من الدين ما تشاء. تضع الإنسانية أمام الدين الله عز وجل. المسألة ليست في وسيم يوسف، إنما العوام الذين يتابعون وضعيفي القلب عندما يشاهدون مثل هذه الكلمات. يضع الإنسانية قبل الدين، وأيضا يقول لك اختر من الدين ما تشاء، وكأنك أنت مخير وليس لديك أساسيا أو مبدأ أنك تلتزم به. لما كان يعرض على نفسه مبلغ من المال من أجل أن يحصل عليه، فهذا دليل أنه كان يشترى بأموال يا أخوان. كانت تذكرون المباراة اللي حصلت في عام 2021 بين قطر والإمارات، لما ظهر فيها وسيم يوسف انتقد فيها الفريق القطري على أن الإمارات أوجعتهم جدا حتى في كرة القدم. لا بأس إن خرج فريق دولة الإمارات العربية المتحدة من كأس آسيا، والمنتصر خرج من منظومة عربية بالخيانة. لكن الغرابة لما يأتي أبناء شريفة رضعوا الخيانة، حلفاء إيران، أن يتجرؤوا على أبناء زايد دولة زايد، بئسا لهم. لهذا يا سيدي إن خرج فريق دولة الإمارات العربية المتحدة بمنافسة شريفة في كرة القدم، فأنتم يا أبناء شريفة خرجتم من منظومة خليجية بخيانتكم وتآمركم وإعلامكم القذر. لا غرابة أن نرى قذارتهم حتى في احتفالهم وحتى في تنابزهم وكلامهم وإعلامهم الساقط، فسيدهم ساقط. نحن مع دولة الإمارات، ودولة الإمارات ذاقت حقد العرب
بعض العرب الدفين على الدولة، لا غرابة لأنها تألقت. ولا يعني هذا أن تظن أن دولة قوطعت من أصدقائها وأبناء دمها وجلدتها لخيانتها، دعهم يعبرون عن فرح بكرة القدم واجعلهم يرقصون. قلت لك اجعلهم يرقصون. نحن يا سادة قلنا لهم نقاطعكم لخيانتكم. نحن نحمد الله الإمارات لم تواجه دولة، بل واجهت 8 دول. أقول يكفينا شرف أننا وضعنا الشبكة عليكم. هنا من هذه الحلقة اشتباع نفسه بعرض من الدنيا وباع آخرته، وإذا وصلت به هذا الأمر إلى أن قام بعرض مبلغ من المال من أجل أن يعرض شيء تافه والعياذ بالله. شاهد معي هذا المقطع الذي. ثالث حاجة قضيها بميامي، أحط جوز الهند مع مصاصة وثبت الكاميرا الأمامية على موج البحر، لا الخلفية عشان أوضح، مع موسيقى. ايه والله لا اعملها بتشوف، بس الله يعطينا 10 مليون. تمشي مع ميامي. ناخذ الكاميرا. تكلم به وسيم يوسف، وكان يعرض مبلغ من المال من أجل أن يعرض شيء من الموسيقى أو أن يعرض شيء من الأغاني أمام البحر. فشوف المقطع اللي شايفه قدامك هذا، لا تفكر أنه هو عرض أو شيء. هذا جالس يعرض أموال أو يطلب أموال أو يعمل إعلان. مثلا أنت شخص بوذي أو شخص عندك دين ثاني وتبغى من وسيم يوسف يطلع يتكلم عن البوذيين أو الدين الثاني أو الديانة الثانية والعياذ بالله، فهو عارض لك مبلغ من المال، بيقول لك أعطيني هذا المبلغ عشان إني أعمل لك هذا الشيء اللي تريده أنت أو أنشر لك الدين اللي أنت تريده أنت. لذلك أنا حاول أوصل له رسالة إنه أنت ما قد كنت بقيمتك الماضية، وهذا المبلغ كبير عليك جدا، فحاول تخفض المبلغ، لأن أنت كنت بمستوى كبير جدا، فالآن كلها ما حد داري عليك ولا حد عارفك ولا ما حد معترف فيك بعد الانتقادات اللي ظهرت في الآونة الأخيرة. فحاول تنقص المبلغ شوي عشان الناس تتفق معك مشان تعمل لهم ترويج. فلذلك إن شاء الله الآن وصلت الفكرة يا أخوان. والله العظيم أنا هذا الشخص كلها عارفينه وعارفين طبعه وكذبينه، ولكن في ناس ضعيفي النفس والقلوب وعندهم متابعين من الناس العوام. هؤلاء الأشخاص يا أخوان تعرفون اليوم لو يسمع هذا الكلام بيقول حاط وسيم يوسف يكون قدوة له، فلما يسمع هذا الكلام بالفعل راح يتأثر وراح يشكك، وكل بحديث يسمع بيقول يجعل من وسيم يوسف بنفسه هو في المقام الأول، لأنه يقول لك ما دام وسيم يوسف شكك، ما دام يوسف انتقد، فلذلك احنا من نحن لا نعلم، هو عالم. هذه الناس اللي متابعينا هم من العوام ولا يفهمون الا شيء، ولذلك طلعنا وتكلمنا ونحاول ان نبين باذن الله تعالى على كل شيء نراه مخطئ ان شاء الله تعالى. فانا اوجه رسالتي لكل هؤلاء الاشخاص اللي متابعين هذا الشخص بان يتركوه ولا يتابعونه ابدا، واسال الله ان يهديه